إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصر بوصية الله جل وعلا لعباده من الأولين والآخرين. أوصيكم بتقوى الله. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أوصيكم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. تقوى الله جل وعلا تكون بامتثال المأمور واجتناب المحظور وطاعة الله ورسوله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. واعلموا عباد الله أن الله عز وجل خلقنا لأمر عظيم ذكره العلم بعد أن قرأوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل خلقنا لثلاثة أمور. الأمر الأول أن نعبده وحده لا شريك له، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلقك الله يا عبد الله لتكون عبدا له وحده لا شريك له، فهو الخالق، فهو حق أن يعبد. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله هو الذي خلق هذه الأشياء، فمن خلق هذه الأشياء فهو حق أن يعبد وحده لا شريك له. والأمر الثاني الذي من أجله خلقنا الله جل وعلا، خلقنا لنتعرف عليه، فقال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلقنا الله سبحانه وتعالى وأرسل رسله وأنزل كتبا حتى يعرف نفسه لعباده. فخلق السماوات والأرض، خلق 7 سماوات وخلق من الأرض مثلهن، أي 7 أراضين. ذلك لتعلموا أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال والجلال، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولذا ذكر الله جل وعلا في كتابه وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. أما الله جل وعلا فلا نحيط به علما. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: لا أحصي ثناء عليك
أنت كما أثنيت على نفسك، ولكن الله عز وجل علمنا شيئا من أسمائه الحسنى وشيئا من صفاته العلى، وإلا الله تبارك وتعالى أسماؤه لا تحصر وصفاته عظيمة لا تحد، ولكن الله عز وجل شاء أن يعلم عباده ما شاء من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فعليك يا عبد الله أن تدرك هذا جيدا، أن الله عز وجل خلقنا ليعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى، وما له من صفات الكمال والجلال، وما له من الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن الكمال، وما له من الصفات صفات العلا صفات الكمال، فله الحمد وله الثناء الحسن جل وعلا. الأمر الثالث الذي من أجله خلقنا الله جل وعلا، خلقنا للابتلاء والاختبار، كما قال الله جل وعلا في كتابه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. فالله سبحانه وتعالى خلقنا ليبتلينا ويختبرنا، فقال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال جل وعلا: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وإذا نظر المسلم إلى هذه الحكم الثلاث التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى، وجدها أنها متداخلة. فلما كان لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، حق له أن يعبد وحده لا شريك له، فمعرفة الله سبحانه وتعالى هي الداعية إلى عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، حتى أن قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسرها بعض أهل العلم إلا ليعرفون، لأن العبد إذا عرف الله عز وجل، عرف ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، أدرك أن الله عز وجل وحده المعبود بحق، وكل ما سواه إن عبد فهو معبود بالباطل، وهذا معنى لا إله إلا الله. وكيف تكون العبادة وكيف تتم العبادة؟ إنما تتم بالابتلاء والاختبار، فأرسل الله رسله وأنزل كتبه وحد حدودا وأمر بأوامر ونهى عن نواه، فمن أطاع الله عز وجل وأطاع رسوله وصبر على ما ابتلاه الله جل وعلا به، وامتثل المأمور واجتنب المحظور، فقد نجح في الاختبار والابتلاء وحقق العبادة لله سبحانه وتعالى. إن كثير من الناس قد يجهل هذا الأمر العظيم، هذا الأمر الجلل. إن كثيرا من جمهور المسلمين لو سئل لماذا خلقك الله عز وجل لما أدرك ذلك. إن كثير من الآباء والأمهات لا يربون أبنائهم ولا بناتهم على ذلك، يربون على أن ينفع نفسه وأن يدرس وأن يتزوج وأن يتوسع في ألوان الحياة، لكن لا يدركون أن الله عز وجل إنما خلقهم وخلق أبنائهم وبناتهم، خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لو لم نأكل ولا نشرب ولا نتزوج لهلكنا، وهذه ليست غايات، وإنما الغاية هي أن نعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أباح لنا أن نأكل وأن نشرب وأن نتزوج، ولكن ليست هي غاية، وإنما الغاية أن نحقق العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. واعلموا أن الله عز وجل غني عن عبادة العباد، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لا تزينه طاعة ولا تشينه معصية. هو الغني سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله سبحانه وتعالى غني عن عبادة العباد. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الله شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لو أن الناس جميعا صاروا كرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقوى والاستقامة والعمل الصالح ما زاد ذلك في ملك الله شيء. ولو أن الناس فجروا جميعا وكفروا جميعا ما نقص ذلك من ملك الله شيء، لأن الله هو الغني
وإنما رحمة بالعباد خلقهم وأمرهم بعبادته، حتى إذا وحدوه واستقاموا على أمره نالوا رضاه وأدخلهم جناته. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا عن إنزال الكتاب: هدى ورحمة للمحسنين. فإنزال الكتاب رحمة، وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة، وأمر الله عز وجل لعباده أن يعبدوه رحمة، كل ذلك من رحمته التي وسعت كل شيء. أما هو جل وعلا فهو غني، أما الله عز وجل فغني عن عبادة العباد. واعلم أن سواك كثير من عباد الله الذين يعبدون الله تبارك وتعالى، فلله ملائكة كرام بررة يسبحون الله عز وجل الليل والنهار، لا يسأمون ولا يفترون، لا تصيبهم السآمة والملل، ولا يصيبهم الفتور والتعب، إنهم يسبحون الله عز وجل الليل والنهار. عباد الله عز وجل سواك كثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيت المعمور في السماء، وهو بيت لله عز وجل، يطوف فيه الملائكة كما يطوف الناس في بيت الله العتيق في الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام: البيت المعمور في السماء يطوف به أو يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون على آخرهم، أي أنهم لا يكررون الدخول والصلاة فيه، وذلك لكثرتهم. ويقول في حديث آخر: أطت السماء وحق لها أن تأط ما موضع 4 أصابع إلا ملك قائم أو ساجد لله. الله غني. وإنما أكرمك الله عز وجل لما أرسل رسولا وأنزل كتابا ودعاك إلى رحمته وحذرك من عذابه وسخطه رحمة بك يا عبد الله. فإذا استقمت على أمر الله وقمت بعبادة الله فاعلم أن الله عز وجل أكرمك بذلك، فهو من محض فضل الله عليك. لا حول لك ولا قوة إلا بالله. هو الذي جل وعلا خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي أرسل رسولا، وهو الذي أنزل كتابا، وهو الذي حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، وهو الذي يثبتك على ذلك، وهو الذي يتقبل منك ذلك. ثم إذا أقبلت على الله عز وجل وهو راض عنك قال كلمة عظيمة، قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وما كان العبد ليحسن لولا الله عز وجل، فهو الذي يوفقه إلى الإحسان، فإذا أحسن جازاه وقال له: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سعي مشكور الذي وفقك الله عز وجل إليه، يوفقك إلى السعي المشكور، ثم يشكرك الله عز وجل على عمل هو الذي مكنك إياه، وهو الذي علمك إياه، وهو الذي وفقك إليه. هذا فضل الله عز وجل. لذا ندرك معنى قول الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة فمن الله. أما الابتلاء والاختبار فهو أمر لا بد منه، لا يستثنى منه أحد، بل كلما ازداد الإنسان إيمانا كلما زيد له بالبلاء، حتى يبلغ درجة لا يبلغها إلا بذلك البلاء العظيم. أشد بلاء الأنبياء، وهم أكثر الناس طاعة لله، وإلا بهم هم أشد الناس بلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه شدة وصلابة زيد له في الابتلاء. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.